صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الجمال. النهاردة مع كلمة تقيلة قوي على قلبنا جدا وصعبة شوية في التعامل معاها. ايه هي الكلمة دي؟ كلمة زيش يا جماعة. كلمة زيش اللي هي بتساوي نفسه او سيلف في الانجليش. تمام. طيب، لكن على مين بقى؟ احنا النهاردة هنسهل الموضوع جدا، وخصوصا المستويات المتقدمة جدا يا جماعة. بيقرق ناس كتير جدا. معناها نفسه او سيلف في الايه في الانجليش. طيب، عشان نسهل الموضوع اكتر يا جماعه، ودي هتبقى متعه بالنسبه لكم، مش هتبقى مشكله. موضوع الفعل المنعكس او الضمير المنعكس زيش. هذا الرجل بيفكر. هذا الرجل بيفكر يعني مفيش حد بيفكره. مفيش حد بيفكره. يبقى في الحالة دي أنا هستخدم ذش. طيب، يفكر يعني ايه؟ زيش آئنا. زيش نارن. طبعا انا بلاقي صعوبة في نطقها. طب اعمل ايه؟ اقول كده زيش نارن. يلا يا جماعة نتعلم النطق بتاعها عشان نطقها رخم برضو. غير زيش نارن معناها يتذكر. طيب، لو في حد بقى بيفكره يبقى اوعى تجيب زيش. لو في حد بيفكره يبقى اوعى تجيب زيش. لا، ده مش قاعد بقى مع نفسه، لا ده كلاوس هنا بيفكره. يا عم افتكر، يا عم افتكر، الله يخليك. حاول تقول لنا ايه الباسورد كام. انا بفكر كلاوس. يبقى في الحالة دي كلاوس انرت علي. كلاوس انرت خالد. كلاوس انرت seine Mutter. كلاوس انرت sein Kind ابنه. كلاوس erinnert seine ايه تختر. يبقى خلاص الموضوع ايه؟ ان الفعل لو جه معاه زيش يبقى الفعل بيقع على الفاعل. طيب لو ما فيش زيش، لا ده الفعل بيقع على المفعول اللي ايه اللي قدامه. واكيد طبعا الموضوع بقى جميل جدا وممتع دلوقتي، اللي هو الضمير المنعكس زيش. كان معاكم مستر خالد النجار، وتحطوا لي في تعليق اي حاجة عايزين تفهموها يا جماعة. بيزيت سوم نيكست مال. تشوس.